فالفكره ان انت بجد مش محتاج قوي امكانيات. يعني انا في الكورس بعمل لهم مسائل تعليميه وحاجات بسيطه جدا من البيت، ورقه وقلم، معلقه بلاستيك، مش حاجات كتير من البيت بدون مجهود وبدون فلوس كتير صرف. الناس اللي سالتني على الرينج لايت مثلا، انا اشتري رينج لايت بكام؟ رينج لايت طبعا ارقامها خياليه، فانت ممكن تجيب حاجه في المعقول، هي جاست ستاند بس ان هي توقف التليفون زي ما انا موقفه التليفون كده. مش محتاجة الإضاءة الواو، مش محتاجة الحاجة الواو، مش شرط ان انت تكون في استديو يعني عشان تصور. انا بصور عادي، هو ورايا حيطة مفيش اي حاجة خالص. ممكن تجيبي كرومة خضراء، انا جبتها بس للأسف لبست فيها في الحيط اهي. اشتريتها من اونلاين وحسبي الله ونعم الوكيل في الموقع اللي باعها لي. كلها متقطعة وكمان مش قماش، يعني هي متقطعة لو انتوا شايفين اهي، جاية اصلا اوريدي متقطعة اهي. وكمان مش قماش، عامله زي قماش اللي هو الشنط بتاعت الشنط بتاعت الهدايا والحاجات دي. فتحاول ان انت تشتغل باي حاجه باقل امكانيات، يعني ما تشتغل وراك اي حاجه تبقى الدنيا ساده كده عشان تقدر تشتغل. ممكن تشتغل على برامج زي الناس بتبعت لي ايه البرامج اللي بتشتغل عليها. بشتغل على انشوت، بشتغل على كاين ماستر، بشتغل على الكيب كات، بشتغل على حاجات كتير، بشتغل على الكانفا. انا ببتدي اعود نفسي بنفسي واتدرب واشوف على اليوتيوب، اعمل هنا عشان اعمل فيديوهاتي وحاجاتي بنفسي. ما اكيد مش هيفضل حد فضيل يقعد يصورني طول الوقت، بما اني معي يعني شغلي كله اونلاين، معيش كاست اشتغل معاه غير على البيج يعني. فانا معيش حد يصورني، فانا محتاجه ستاند زي ما انا بصور كده مع ستاند، ومحتاجه حاجات بسيطه جدا اشتغل بيها. عايز تشتغل وراك خلفيه ساده زي ما انا قلت، عايز البرنامج يغير لك الخلفيه مفيش مشاكل، عايز تجيب كرومه خضراء بس نظيفه بقى، موقع نظيف غير الموقع اللي سكني فيه وغاليه جدا للاسف. ف يعني حاجات شبه كده، ان انت ممكن تشتغل بحاجات بسيطه جدا. مش عايز تظهر بوشك زيي، لان كان طبعا بالنسبه لي دي كان صعبه جدا ان اشتغل بوشي بما ان عايشه في قريه والريف بقى وكده، والناس هتقول والناس هتعيد والكلام الكتير. ما كنتش بحب اصلا اظهر بسبب مش عايزه اللوك بتاع الناس. ولكن وصلت لمرحله خلاص انا هظهر وشي انا طالما لابسه محترم وفي حالي وبنقل علم، فده ما يعيبنيش ان انا اظهر بوشي. انت مش قادر او عندك مشاكل مثلا او عندك دوافع ان انت ما تقدرش تظهر بوشك، ممكن ورقه وقلم، ورقه وقلم عادي، واشرح بقى على السبوره مثلا، على الكشكول، على اي حاجه تقدر تعرض شغلك باي طريقه. كمان الكومنتس بتاعت الناس او التعليقات بتاعت الناس تقدر تعمل لها شير. الكومنتس والتعليقات بتاعت الناس تقدر تعمل لها شير بقى وتعمل لها يعني شكل كده وتنزلها على الفيس ان ده اراء الناس في الكورسز بتاعتك او اراء الناس في الدرس بتاعك او ايا كان. بالنسبه للكورسات، فانا طبعا اشتغلت كورسات جرامر، واشتغلت ثانوي، واشتغلت اعدادي، واشتغلت ابتدائي، واشتغلت تأسيس، واشتغلت دروس. انا الحمد لله اشتغلت في كل حاجه. ولكن انا بقيت حابه دلوقتي اللي هو فكره الكورسز، وان انا اشتغل فونكس وفوناريكس والحاجات دي، انا حابه الحوار ده. طيب هو انا اشتغلت دروس ازاي؟ انا في الاول جبت الملخصات، طبعا قلت لك انا اتخرجت من الكليه حماده، والحياه العمليه حماده تاني خالص. جبت ملخصات مثلا، اي ملخص اللي موجود على الساحه دلوقتي مثلا، وجبت مثلا هشتغل على جريد 1 وجريد 2 وجريد. انا طبعا كنت اول حاجه اشتغلت بيها هو كان ابتدائي بس، فجبت السكس ليفلز بتوع الانجليش، وبدات ان انا اشوف بيشرحوا ازاي بيعملوا ايه، واخد نوتس واشوف على اليوتيوب واشوف على النت، وابتدي اعمل لنفسي كده بلان عشان امشي عليها. بدات اشتغل دروس تمام، لقيت الابتدائي تمام، بدات اعلى بقى شويه. طب نجيب اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي، اشوف المناهج بتاعتهم عامله ازاي. اشتغلت اعدادي، بعد كده ثانوي، بعد كده طب هنعمل كورس جرامر لان ده طلب مني كتير قوي. ابتدائي اعدادي وثانوي قصدي، وكان الاغلب ثانوي. بس انا كنت خلاص انا هعمل كورس جرامر يبقى تمام. انا مثلا قدامي شهرين انت هتبقى تمام في الجرامر. في الفترة دي كان المدرسين بتوع المدرسة بيبعتوا لي الأطفال اللي عندهم اللي هم سوري بقى ثانوي مش هيبقوا أطفال، بيبعتوني الطلبة اللي عندهم اللي ضعف مثلا في الجرامر، يا مس اديهم مثلا كورس جرامر عشان يعرفوا يشتغلوا في المنهج وهكذا. وبقيت شغاله كده تاسيس، وحابه ان انا افيد الناس، يعني ان انت اي حد عندك واقع بتبعتهولي انا بعليهولك وببقى تمام. بدات بعد كده ان انا اشتغل كورسز بقى، لا خلاص انا اوقف دروس خالص وبعد كده هشتغل كورسز. كل المراحل اللي اشتغلت فيها حبيت الحوار، حبيت الجرامر، حبيت الفونكس، حبيت الفوناتكس، حبيت كل حاجه. ذاكرت كتب كتيره، بدات اسجل على اليوتيوب واشوف فيديوز كده في حاجات اسمها التلقين السمعي، بشوفها وبعد اليوتيوب اسمها التلقين السمعي، ان انت تسمع حاجه وبعدين تبتدي تكررها وبعدين تسمعها بالبطيء وبعدين تسرع شويه وحاجات شبه كده. ان انت تجيب كشكول وتفنط كل حاجه، ده جزء مثلا فونكس، ده جزء مثلا جرامر، ده جزء مثلا في الوردز اللي هو الكلمات مثلا وهكذا. تبتدي ان انت تعلم من نفسك. طب انا مدرس انجليزي مثلا وانا لازم اكون فول اوبشن في كل حاجه؟ لا، على الليفل اللي انت شغال فيه اشتغل وبعد كده علي نفسك، مفيش اي مشاكل خالص. ولكن ما تستناش ان انا لازم اكون بيرفكت في كل حاجه. طالما هشتغل في فونكس مثلا، اضغط على نفسك في الفونكس.
مش حبكه الجرامر دلوقتي تركنها، بس بعد كده اشتغل عليها عادي جدا. انت مثلا دلوقتي هتشتغل جرامر، يبقى دوس على الجرامر، وسيب الفروع التانية برضو اشتغل فيها، بس مش بنفس القوه اللي في الجرامر، عشان لازم يبقى عندك ماتيريال شديده وماتيريال قويه عشان مفيش حد يوقفك. فالفكره ان انت فين وعايز تكون ايه وعايز توصل لايه. انا النهارده والله العظيم انا بجد الفيديو اللي انا كنت طالعه بيه ان انا اقول مش هعرف اشرح حاجه خالص بجد، بسبب ان انا احبطت وما عدتش لاقيه ان العلم اللي احنا بنعمله بيجيب فايده مع الناس، وان الناس فارق معاها بس الحاجات الهلس، سوري يعني، زي بتاع الترند دي الشارع اللي وراه. انا مش عارفه احنا ازاي وصلنا للليفل ده، مش عارفه ازاي بنت تتكلم مع ابوها بالطريقه دي، مش عارفه ازاي تقول له الفاظ كلها خارجه وتقول حاجات بمناخيرها وبقها وحاجات غريبه. طبعا مش عايزه اوضح اكتر من كده، طبعا الناس كلها شافت الترند. فانت فين؟ انت فين من ده؟ انت بتشهر ده عشان توري بقى عيالك وعيالي وكل العيال ان هو الليفل الوضيع ده، هو ده اللي بيتشهر، هو الليفل ده هو ده اللي هيبقى ترند. فطفلك بدل ما يحترمك يديلك سوري يعني بالجزمه علشان يبقى ترند ومشهور وكده. طبعا هي بعد الفيلم اللي اتعمل ده قالوا ان هي اتقبض عليها، وما اتقبضش ولا اي حاجه خالص، وطالعه بعيد ميلادها بتورتايه بفستان مفتوح والدنيا تمام، وان هي تمام، وبقى والشارع اللي وراه بقت اغنيه وكده. فاحنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نوصل ده، يبقى خلاص هو ده اللي هنعمله شير وهيبقى ترند. عايزين نوصل بقى حاجه هادفه، يبقى خلاص نتارجت في دماغنا كده ان احنا الحاجات الهادفه دي اللي هنعمل لها شير وسبورت وكده. صفح بقى عليها ناس كويسة، شخصيات كويسة، مش يبقى بس هو ده اللي في حياتنا، ان احنا طول الوقت قاعدين على التيك توك نشهر حاجات يعني غير اخلاقية بالمرة. يعني انا طفل بقول له ما بذاكرش ليه، بيقولوا انا ذاكر ليه، ما هم دول المشهورين، اللي هم اللي بيشتموا واللي بيغنوا واللي معرفش ايه وحاجات كده، اللي هم دول المشهورين، انا ذاكر ليه؟ ما انا مش هذاكر. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. وسوري طولت قوي عليكم، بس كنت محتاجة شوية فضفض معاكم. باي.